تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض حلو سهل كده وسريع يرطب على بينا في الجو الحر بتاع الايام دي. ومش بس كده، في 10 دقايق بس هتكوني مجهزاه. ولا هنحتاج بقى لا فرن ولا بيض ولا مكونات كتير. عايزه اقولك في خطوتين اتنين بس وهنكون مجهزينه. فيلا بينا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونخش على الوصفه على طول. اول حاجه انا النهارده عملت الوصفه بتاعتنا في كاسات، تقدري تعمليها في صينيه مفيش اي مشكله. جبت هنا بسكوت ساده اي نوع بتفضليه، وهبدا اسقيه بالحليب بالشكل ده. بعد ما حطيت البسكوت بتاعي وسقيته بالشكل ده هركنه بقى على جنب، ونجيب بوله كده. حطيت هنا باكت من الكريم كراميل اللي هو الباكت الجاهز. حطيت عليه 100 جرام كده من البسكوت الساده، وحطيت ظرف كده من الفانيليا، معلقه من الكريم شانتيه، ومعلقه كده من القشطه. وحطيت عليهم نص كيلو من الحليب او اللبن، اللي هو عباره عن كوبايتين بس من الحليب. هبدا اضرب بقى بالهاند بلندر او في الخلاط. اهم حاجه الحليب اللي انت هتضيفيه لازم يكون سخن، عشان الكريم كراميل يمسك معانا بعد ما نحطه في التلاجة. بعد ما عملته بالشكل ده وضربته كويس جدا بالهاند بلندر او الخلاط، هبدا اصبه بقى في الكاسات بتاعتي. وصفه سهله جدا يعني، في خطوتين اتنين وهتكوني مجهزاها. بعد ما وزعت بقى خليط الكريم كراميل اللي احنا عملناه دلوقتي، هبدا بقى ادخله التلاجة بتاعتي حوالي كده ساعتين، من ساعتين لتلاتة على حسب ما يتمسك معاكي. وعايزه اقول لك طعمه يا جماعه خطير بجد، سهل كده وهيرطب على قلبنا في الجو الحر اللي احنا فيه ده. وزي ما اتفقنا بالمعلقه كده هتغطسيه وهينزل معاكي بكل سهوله. انا عمل معايا نص كيلو من الحليب، عمل معايا 4 كاسات. هاسيبه بقى ادخله كده التلاجة، وتعالوا نشوف بقى بعد ما طلعناه من التلاجة شكله عامل ازاي. طبعا كده كل ما بيقعد في التلاجة اكتر التماسك بتاعه بيزيد. انا هنا بقى هزينه هنا بكيس الكراميل اللي بيبقى جاي جاهز هنا معانا في علبة الكريم كراميل. وهزينه بقى او تزينيه هنا بشوية من الكاكاو. انا حبيت اعمل اتنين كده واتنين كده، زي ما تحبي مفيش اي مشكله. عايزه تسيبيه ساده برده مفيش اي مشكله خالص. عايزه اقول لكم يا جماعه طعمها بجد تحفه، سهله جدا وسريعه، تحليه كده ترطب على قلبنا في الجو الحر ده. اتمنى تجربوها لانها تستاهل التجربه. اعمليها للولاد هتعجبهم قوي، ومقاديرها سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكي 10 دقايق. يلا بقى ندوق ونشوف طعمها بجد كان خطير. وزي ما اتفقنا كل ما هتقعد اكتر هتتمسك معاكي زياده عن كده كمان. بس انا بصراحه استعجلت عليها شويه. اتمنى وصفه النهارده كده تكون سهله وسريعه، اتمنى تجربوها. اشوفكم على خير في وصفه تانية جايه جدا. مع السلامه.